مريض عنده قصور مزمن في الشريان التاجي، راح عمل قسطرة، وبعد ما عمل القسطرة وركب الدعامة مع أحسن دكتور في مصر لسه بيحس بألم. هل ده طبيعي ولا لأ؟ الطبيعي بنسبة 80% أو 90% إن المريض ما يحسش بوجع، لأن بنكون عملنا توسيع للشريان المسبب للمشكلة ومسبب الأعراض. بعض الأحيان لازم المريض يبقى فاهم كويس قوي طبيعة الإجراء اللي الدكتور عمله، بمعنى أنا كدكتور لما باجي أوسع الشرايين قطر الشريان لازم يكون بيزيد عن 2 أو 2.5 مللي، اللي أقل من كده بيكون الإجراء الأسلم فيه إن إحنا نعمل علاج دوائي. طب أنا دلوقتي جه المريض عنده ضيق في الشريان التاجي الأمامي، ركبت له دعامة والحمد لله وسعت الشريان للمعدل الطبيعي، بس ما زالت بيحس باعراض. في حاله زي كده بيكون الحل الامثل ليه ان احنا بنكون محتاجين ان احنا نكثف علاجاتنا بنسبه اكبر عشان الشعيرات الدمويه والشرايين الصغيره اللي احنا ما عملناهاش توسيع تبتدي تستفيد من الدواء. ولازم المريض يكون فاهم ان الشعيرات الدمويه الصغيره والشرايين الرفيعه ديت ما تاثرش على حياته، مجرد تظبيط العلاج وتعديل سلوك الحياه ده كفيل لوحده ان هو يخلي الاعراض تختفي خالص.